وصفة سهلة وسريعة، وهعمل صنفين بس في وقت واحد. هجيب حلتين واحط فيهم معلقتين من السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين. حلة منهم هنزل بقرن فلفل سبايسي، والحلة التانية هنزل بالكبدة بتاعتي كده، دي كبدة بلدي متقطعة طرنشات. هنزل بيها كده وابدأ ان انا اشوحها لحد ما تاخد لون، واشوح قرن الفلفل كده لحد ما ريحته تطلع. وبعد كده هنزل عليه بكلاوي وقلب، دول طبعا بلدي. بجد قرن الفلفل بيدي طعم وريحة حلوة جدا للكلاوي والقلب، مفيش اي زفارة فيها. وهبدأ ان انا اشوح الكبدة كده، هشوح هنا شوية وهنا شوية لحد ما اللون بتاعهم يتغير. اول ما اللون يتغير هبدأ انزل بملح وفلفل، انا مش هحط توابل اكتر من كده، هو ملح وفلفل اسود بس. وهشوح كده لحد ما الملح يتشرب منهم. بعد كده هنزل ببطاطسايه متقطعه مكعبات على الكبده، بجد بتديها نكهه حلوه جدا وبتشرب من الكبده وبتكون حلوه جدا. واحط نص كوبايه من الميه لحد ما تستوي واوطيها عليها. بعد كده هشوح بقى الاكل بتاعي، خلاص كده خلص معايا.